اهلا وسهلا بحضراتكم. معايا مفاجآت من العيار التقيل. اول مفاجأة هي صفقة الاهلي التاريخية السوبر اللي من العيار التقيل اللي كل الدوري المصري هيتكلم عنها. كمان عندي منشطات جديدة في السوبر المصري قبل البداية، والاهلي لازم ياخد حرص كبير جدا من المنشطات قبل مباراة السوبر عشان ما يحصلش زي اللي حصل في مباراة السوبر الافريقي ونخسر بكل سهولة. تعالوا بقى للمفاجأة السوبر اللي من العيار التقيل. كل اللي بيقول اتشيمبونج وقف قيد نادي الزمالك، عندي مفاجأة بخصوص اتشيمبونج وبتصريحات رسمية منه. كمان رحيل نجم النادي الاهلي بشكل مجاني لنادي بيراميدز. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس في البداية بعد اذنك يا جميل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك كل جديد. اول خبر معانا النهارده وسوبر ومن العيار التقيل. مهاجم ايه؟ خلاصة. الاهلي خلص على مهاجم خلاصة مصطفى سنجاري، لاعب جيد جدا، بيلعب في ليفاسكي البلغاري، يجيد اللعب بالرأس وبيسدد باليمين وبالشمال. ايه؟ كريستيانو جديد في النادي الاهلي، هيقدر يقوم بدور وسام ابو علي ويمكن اكتر شويه كمان. طالما الاهلي اعلن عن الصفقه دي يا رجاله يبقى الاهلي خلاص على تشاطيب انه ينهي الصفقه دي. انا كروت خبر صفقه الاهلي علشان نروح لحته مهمه جدا، وهي المنشطات في مباراه السوبر الافريقي، واللي ارسلوا المنشطات لمعمل في برشلونه، وطبعا اتسكع على الخبر عشان ما يكونش فيه عقوبات وفيه ايقاف للعيبه عشان السوبر المصري هيبدا كمان كام يوم. نروح بقى للسوبر المصري. عايزين النادي الاهلي يتمسك بتحليل منشطات في السوبر المصري تمسك شديد جدا جدا. ما تفرطش في حقك في لعيبه زي محمد صبحي اللي كان موجود في كل مباريات نادي الزمالك وبشكل اساسي، انما المباراه اللي فيها تحليل منشطات غاب عن المباراه بداعي الاصابه. ده اللي خلى الشك يدور حوالين لعيبه نادي الزمالك، وفي اكتر من 3 لعيبه في نادي الزمالك العينه بتاعتهم جت ايجابيه وارسلوا العينات لمعمل اكبر معمل تحليل منشطات في برشلونه، ولسه منتظرين عينه التحقيق. عايزين السوبر المصري يكون بدون منشطات، يبقى الاهلي يتمسك بتحليل المنشطات في المباريات دي. طيب ايه بقى قصه اتشيمبونج وقصه نادي الزمالك؟ اتشيمبونج ده راجل ايه بقى، كل ما يحتاج فلوس لاقي حته هاديه قدامه يجيب منها. هو ولف او تعود، وبالبلدي كده بيقول لك ايه، استطرى المدق، يعني المدق اللي بيخش فيه كده سهل. النادي الزمالك ساب له ثغره كبيره جدا لاتشيمبونج يعرف يخلص منها كل شويه بمبلغ شكل. شفنا الاعلام طلع وقال وقف قيد نادي الزمالك بسبب اتشيمبونج. الى الان لم يرسل خطاب لنادي الزمالك بوقف قيده بسبب مستحقات اتشيمبونج. وكيل اتشيمبونج قال كده ان بسبب نادي الزمالك اتشيمبونج بيجي مليونير. اتشيمبونج كل قصته كلها $100,000، محتاج باقي مستحقاته من نادي الزمالك $100,000. الزمالك لما يتاخر تتوقع عليه غرامه تاخير فيتضاف على المبلغ. اتشيمبونج لحد دلوقتي من $100,000 دول اخذ $800,000، يعني داخل على مليون دولار. الزمالك واهداره للمال العام، ما دي تتحسب كده. لما الاهلي جاب مدرب ورحل، او الاهلي فسخ التعاقد ودفع له، قالوا لا ده اهدار للمال العام، الاهلي عارف كده ومش لا 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 لا. ايه ده كده؟ طب ما هو حصل في نادي الزمالك $100,000 بندفعها 800,000، ولسه القسط بتاع اتشيمبونج او اخر او الغرامه المفروض كانت تدفع يوم 4 اكتوبر 4/10 الجاري. عدى عليها كام يوم، اتشيمبونج ارسل خطاب لنادي الزمالك ورفع قضيه ضد نادي الزمالك جديده بتغريمه انه اخر في دفع المستحقات اللي شرط بيها على نفسه. ما هو الزمالك يعمل ايه؟ يدفع اول قسط، يجيب صفقات، يوقف، تضاف عليه غرامه تاني. ما هو كده الزمالك مش هيخلص. توقع عقوبه على نادي الزمالك ب $172,000 بسبب تاخره عن دفع قيمه الغرامه او القسط لاتشيمبونج. لكن وقف القيد لحد دلوقتي ما حصلش، عشان بس الناس اللي تطلع تهري بس في كلام على الفاضي. وقف القيد الى الان ما تمش في نادي الزمالك. نروح بقى لكريم نيدفيد. كريم نيدفيد نجم النادي الاهلي،
متضايق جدا وغضبان انه مارسيل كولر مطنشه او مطلعه من حساباته الفتره اللي فاتت، وده اللي خلى كريم نيدفيد هينهي تعاقده مع النادي الاهلي وهيرحل لنادي بيراميدز بشكل مجاني. ده اللي قاله وكيل كريم نيدفيد. تهديد مش تهديد بقى، دي مش قصتنا، لكن قصتنا ان اللاعب هيرحل عن الاهلي ويروح صفوف الفريق السماوي. كريم نيدفيد من اللعيبه المميزه جدا، واتمنى ان ما يحصلش كده وتحصل نفس الكارثه اللي اتكررت قبل كده مع غيره وغيره وغيره. فاتمنى من النادي الاهلي خلص موضوع كريم نيدفيد، لانه طلب من وكيله البحث عن عروض خارجيه او محليه عشان يخلص الموضوع. طيب ايه بقى موضوع الحاجه اللي قلت لكم عليها قبل كده، وهي صفقه النادي الاهلي اللي انا كروتها؟ اتمنى ان يكون مساند لاسامه ابو علي، حد هيكون مميز جدا، جميل جدا، يعني ان لاعب زي ده يكون موجود في النادي الاهلي. اتمنى ان يكون عند حسن ظن حضراتكم والفيديو ده عجبكم. لو عايزين تتابعوا كل الاخبار الرياضيه انا معاكم 24 ساعه في ال 24 ساعه. الى اللقاء في فيديو اخر، بس ما تنساش يا جميل قبل ما تطلع لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات، وشكرا جدا لحسن المتابعه.